ضابط ومستشار عسكري وصاحب أكبر محلات الذهب في مصر. لغز طيارة زامبيا بدأ يتكشف، والستة المصريين اللي عليها طلعوا شخصيات مهمة في البلد، خدوا خيرها وسافروا لبرا، وهي فرحة ما تمت. تعالوا نقول لكم التفاصيل. لحد دلوقتي موضوع طيارة زامبيا شاغل كل الناس، عايزين يعرفوا أصل الحكاية وفصلها، خاصة إن الموضوع متكتم عليه بشكل كبير. والسؤال اللي الكل بيطرحه، مين الستة اللي كانوا على الطيارة؟ خاصة بعد ما تم الإعلان إنه تم توكيل محامي للدفاع عن 5 منهم بس، أما السادس فربنا معاه. لكن الصدمة لما منصة من المنصات كشفت عن هوية 3 من المتهمين في الحكاية. الأول هو مايكل بطرس، صاحب شركة أميستون انترناشونال ليميتد، واللي متقدم استشارات عسكرية للجيوش عشان يطوروا من قدراتهم الدفاعية، والمكتب بتاعه ليه عدد من الفروع في دول مختلفة زي مصر وأمريكا وبولندا والإمارات واليونان وفرنسا. الثاني هو منير شاكر جرجس، صاحب مصنع شاكر جولد فاكتوري جينيوس جولد، عنده فرعين، واحد في الزقازيق وواحد في القاهرة، وكمان عنده محل في فندق هيلناند لاند مارك في التجمع الخامس. مع العلم إنه نجل شاكر جرجس عوض رئيس شركة تجار وصناع المصوغات سابقاً في الشرقية، واللي بعد ما توفى في 2018 ساب لمنير إدارة أعماله في الذهب، ومن بعدها منير افتتح مصنع بيعمل كل الخامات التانية مع الذهب لإنتاج مصبوغات مختلفة، وده اللي ممكن نترجم بيه وجود الكميات الكبيرة مع الذهب المخلوط بالنحاس على الطيارة. والغريب إن منير أعلن عن افتتاح محل ذهب جديد في فندق هيلنان ببورج فؤاد يوم 18 أغسطس، لكن ابنه شريف أعلن بشكل مفاجئ عن تأجيل الافتتاح لحد يوم 25 أغسطس الجاري. والكلام ده كان في نفس اليوم اللي أعلنت فيه زامبيا عن الطيارة. كتير حاولوا يتواصلوا معاه، لكن مدير الفروع قال إنه رقمه مش بيجمع وإنهم مش قادرين يوصلوا له. والثالث هو محمد عبد الحق جودة، ضابط سابق اشتغل في ملحق السفارة المصرية بأمريكا. ال3 أشخاص دول بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية فهم 3 من أكبر تجار الذهب في مصر، وبكده هنقدر نفسر وجود الذهب. وإن الوزير بول كابوسي ووزير تطوير المناجم والمعادن في زامبيا قال إنهم عملوا تحليل للذهب فما طلعش ذهب، طلع نحاس مخلوط على نيكل مضروب في قصدير معجون على زنك. والأسلحة والذخيرة برضو ممكن نفسر وجودها على الطيارة معاهم. لكن يبقى السؤال، المخدرات والممنوعات كانت بتعمل إيه على الطيارة؟ وفي حاجة لسه ما وضحتش للكل، مين هو صاحب الطيارة الحقيقي؟ لأنه زي ما احنا عارفين الطيارة ما طلعتش مصرية ولا تمت لمصر بأي صلة، يعني الستة اللي عليها كانوا بينفذوا مهمة مش أكتر. يعني كده لسه في أطراف تانية في الموضوع، مين هو مالك الطيارة؟ ومين هم الشخصيات التانية اللي كانت متواجدة عليها؟ وهل ليهم أدوار معينة؟ كل ده أكيد هيتكشف الفترة الجاية.